السلام عليكم يا أحلى متابعين، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أول شيء أنا بعتذر لأنه عندي زكام، فالصوت شوية بيكون ما واضح، فاسمحوا لي يعني. طبعا ده سمك، أنا عاوزة أعمل سمك اليوم. شيء كده على السريع. السمك بصراحة هو فيليه، بس أنا عملتها في البيت يعني، ما مش هو هامور ولا شيء. سمكة عادية جدا، جبتها وطلعت منها العظم اللي بيكون في النص، اللي في السلسلة هذه كلها طلعتها، وسلخت السمكة، طلعت الهذا وهي عندكم زي ما انتم شايفينها. بس لازم تكون سمكة شوية فيها لحم يعني، ما تكون سمكة خفيفة وما فيها لحم، ما بتنفع يعني. فاشتغلتها لوحدي بصراحة يعني، مش إن جبتها أمور ولا فيليه ولا أي حاجة، قطعتها وهذه هي. الحين عاوزة أحمرها، وطبعا بيكون فيها قطع شوية سميكة. فدي السميكة دي شايفين بأطراف الأصابع كده بتتفكك يعني، ما هي شغل صعب. حتى لأنه في بعض الحتة اللي بتكون جنب الديل وهذه بتكون شوية أخفة، في الوسط بتكون سميكة، فأنا بضربها كده بأطراف الأصابع كده حتى إنها طرق خفيف كده، وما يعني ما تتعجن، وفي نفس الوقت تتفكك وتتحمر بسهولة، وتدخل فيها التتبيلة بطريقة حلوة. شايفين كيف أنا بعمل بنفس الطريقة دي، بس القطعة السميكة مش في كلها يعني، القطعة الخفيفة ما تحتاج طبعا إني يعني أعمل لها أي طرق خفيف ولا أي حاجة. شكرا للناس اللي اشتركوا في القناة يا جماعة، أنا بحبكم كتير، وبحب الدعم اللي بيجي من عندكم، بيحفزني أكتر وأكتر. طبعا كده الحين أنا جهزت البهارات اللي هي عبارة عن كمون، شوية فلفل، ملح، كركم بس عشان اللون البرايت هذا، وكمان توم بودرة اختياري إذا حبيته، بس ما منه ضرر، بيديها طعم جميل جدا للطبخة بتاعتنا أو للسمك اللي شغالين عليه. فأنا بحاول أخليها تتلبس كويس بالبهارات زي ما انتوا شايفين، وبعدين بخليه في التلاجة، ما بخليه برا، على أساس إنه ما آه، ينزل موية وتطلع منه البهارات كلها زي ما انتوا شايفين. فنحاول نملحه كويس، وإذا عاوزين تزيدوا ملح ظبطوا الملح، ما فيش أي مشكلة. أي بهارات عاوزين تزيدوا أكتر من كده ما فيش مشاكل. في ناس بيقولوا بس الكمون يكفي حتى ما يحتاج فلفل، ومش غلط يعني، بس كل واحد له رأي طبعا. فأنا شوية فلفل وشوية كمون، ما منه ضرر وما فيش أي مشاكل. الكركم بس عشان يدينا اللون كده برايت، بعد ما يتحمر بيدي لون أصفر جميل، وفي نفس الوقت الكركم طبعا مفيد. فنلبس، شايفين، نخليه كويس يتغلف بالتتبيلة، وبعد كده أدخله التلاجة لغاية ما أجهز الطحين والزيت والحاجات التانية. طبعا الليمون قلنا قبل ما ندخله التلاجة، سوري. الليمون طبعا سيد الموقف، هو سمك، فخليكم سخيين، ادوا ليمون قدر ما تدوا. إذا عطوا كمية كبيرة من الليمون ما في أي مشكلة، يطلع لكم بالعكس حادق مع الملح والبهارات، ويطلع جميل جدا جدا. في ناس بيضيفوا الخل، بس أنا ما بحب الخل، لأنه الخل بيخلي اللحمة تتفتت، فبيخلي السمك نفسه يتفتت يعني، خاصة السمك هو طري وبيستوي بسهولة، فما يحتاج يعني خل. الليمون بيعدي الغرض. والسمك يا جماعة اللي بتشيلوا منه، إذا شالت منه الجلدة وانشال العظم منه، الزفر بخف يعني لدرجة ما تصدقوا فعلا يعني. لما تاكلوا الهامور ملاحظين، لما تاكلوا الفيليه ملاحظين انه ما بيكون في زفر زيادة. نفس الشيء كتير بيكون الزفر أقل لما السمك يكون مش مسلوخ منه الجلد. بس طبعا مش كل السمك نقدر نسلخ منه الجلد، لازم السمك يكون نوع معين وفيه لحم زي ما قلنا. فكده الحين بس على أساس إن أخلي الليمون يتداخل كويس، ونحفظه شوية على ما نجهز الطحين. أنا بحفظه قلنا في التلاجة من تحت يعني، مش فوق، خليه بس في التلاجة عشان ما ينزل سوائل وتطلع منه البهارات اللي حطيناها والتتبيلة. بالنسبة للطحين طبعا يستحسن طحين رقم واحد، لأنه لو عملته بطحين القمح شوية بتلزق، فأنا بستعمل الطحين رقم واحد. يا جماعة تعبانة من الزكام، ادعولي يخف عني هذا الالتهاب، ما قادرة حتى أتنفس. المهم أضفت شوية كمون، ده طبعا اختياري، إذا تحبوا طعم الكمون مع السمك ضيفوا شوية في الطحين، ما في مشكلة منه.
حتى كل التتبيلة ممكن تضيفوا منها في الطحين، فما فيش أي مشاكل. بعد كده قلنا في حاجة كده تخليه يكون مقرمش، اللي هو البيكنج باودر. نضيف شوية من البيكنج باودر، تقريبا راس الملعقة الصغيرة، ما نكتر، فبيديه قرمشة كده، وفي نفس الوقت بيتحمر بطريقة كويسة، بس ما تكتروه. يعني أنا عندي تقريبا كيلو سمك، تقريبا نص الملعقة الصغيرة، يعني ما كترته خالص. وبخليه جاهز. بعد كده أجهز الزيت. أخلي زيت السمك دايما قلنا يا جماعة بيتحمر في زيت غزير، يعني ما يكون زيت خفيف. ونخلي الزيت يكون ساخن، ساخن كويس، سخونة حلوة كده. وبعدين نضيف له السمك. فأنا حانتظر الزيت يسخن. خليه أجيب السمك. الزيت قلنا يكون غزير، يعني حاولوا تكتروا الزيت دايما. فهذا السمك طبعا شوفوا، لأنه كان في التلاجة ما نزل سائل زي ما انتم شايفين، ما عمل سوائل، تشرب البهارات والتتبيلة في أمن وأمان. فأنا حابتدي بعد كده أقلي السمك أو أحمر السمك. قبل ما أقليه أو أحمره لازم قلنا أغطيه وأغلفه بالطحين زي ما انتم شايفين أهو. لازم السمك يتغلف كويس يا جماعة. بعدين ما تغلفوه وتخلوه بعدين تجي تحمروا، لا، بنغمسه كويس، بنغلفه بالطحين. بعد كده بننفض منه الطحين الزيادة كاملا. بعد ذاك هندخله في الزيت زي ما انتم شايفين. انا قاعدة اغلفه بالطحين، اغلفه بطريقة كويسة، نتأكد ان السمكة كاملة تغلفت بالطحين. وقلنا الزيت يكون ساخن في البداية. بعدين بوريكم المرحلة اللي نخف منها درجة الحرارة شوية عشان ياخد هدوء ويطبخ، بيطبخ بسرعة أصلا السمك. فطبعا هنا أنا قاعدة أقلي في السمك زي ما انتم شايفين. حاليا الزيت ساخن، بخليه تقريبا دقايق بقلب السمك على الجهة التانية مكان الطحين الأبيض اللي انتم شايفينه كده. هقلبه كمان الجهة التانية كيف شايفين بيكون يتماسك من تحت. كمان أخليه دقيقتين 3، بعدين أخفض درجة الحرارة شوية عشان يستوي. وبيستوي بسرعة، بس لو عملناه بسرعة ما بيكتسب طعم التحمير مع التتبيلة. فشوية نكون هادئين حتى انه يطلع جميل وفيه نكهة البهارات والليمون ونكهة التحمير نفسه. وما ننسى نحرك باستمرار عشان ما نخليه يقعد فترة في بعض يعني الجهة الملاصقة تحت ممكن تتحمر أكتر عن التانية. فالحركة ضرورية، والتقليب برضو ضروري باستمرار طول ما احنا واقفين دقيقتين 3 وبنقلب. يعني ما نخلي السمك ونقول لا خليه بس يستوي كامل بعدين اقلبه الجهة التانية، حتلقوه في بعض الأجزاء احترقت من تحت. فيستحسن على طول يكون في منتبهين ونقلب فيه. وطبعا القطعة الخفيفة حتستوي أسرع من القطعة اللي هي شوية سميكة، اللي أنا شوية طرقتها كده بأطراف الأصابع، بتكون شوية برضو أسمك من القطعة التانية، فبتاخد وقت أكتر. شكرا للناس اللي اشتركوا في القناة، والناس اللي ما اشتركوا يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشيروا مع المحتوى مع أصحابكم عشان تعم الفايدة، وتعملوا لنا لايك كده جميل عشان ننبسط ونتشجع ونشتغل لكم أكتر وأكتر وتعم الفايدة للجميع. طبعا زي ما انتم شايفين هنا بدأ يتحمر اهو. طبعا القطعة الخفيفة تقريبا جاهزة، ببتدي أشيلها. يعني ما بتستوي، بتاخد وقت أكتر شوية من السميكة، أقل شوية من القطع السميكة. شوية هنا القطعة الخفيفة شوية اتكسرت، مش مشكلة لأن هي أصلا السمكة مش فيليه زي ما قلنا، أنا شغالها في البيت فشي متوقع. شايفينه كيف بس طيب ما شاء الله وجميل وما فيه زفر نهائيا. شي رائع جدا جدا إذا عملتوه، والشغل مش صعب أبدا. يعني السمكة لو فيها لحم كويس طلعوها من الفريزر بنص بريد، خلوها في الفريزر تبرد نص تبريد، بتتسلخ بسهولة وبتتقطع منكم بسهولة، وتقدروا تطلعوا منها العظم اللي في النص بسهولة. أنا بس الفيديو ده لأنه ما كان خاص بنظافة السمك فما ما عرضتها لكم، بس بوريكم يعني كيف تعملوها. الحكاية ما صعبة، الحكاية بسيطة جدا جدا، كل حد يقدر يعملها في البيت.
اما اذا حبيتوا تجيبوا الهامور او غيره من السوبر ماركت او سوق السمك فعادي اتس اوكي يعني ما فيش اي مشاكل. تقريبا قرب يستوي الحين. شايفين اللون ده، اللون الفاقع الجميل ده من الكركم. الكركم بيكسبوا لون جميل يا جماعة. شوف كيف الحين تقريبا القطعة الكبيرة لسه عايزة شوية، اللي هي السميكة بتاخد شوية وقت أكتر، لكن الثانية قربت تستوي، اللي هي الطرف اللي بيكون خفيف شوية قربت تستوي إن شاء الله دقيقة دقيقتين وبنشيلها من الزيت. دي برضو شلتها طبعا زي ما انتوا شايفين، وبخليه دايما في الشبك يا جماعة، ما بشيله على طول، ما بخليه في صحن، خليه في الشبك لأنه بيكون فيه شوية نقاط زي ما انتوا شايفين زيت بنقط، فيستحسن خليه في الشبك بعدين نشيله منه ما مشكلة بعد ما يخف الزيت منه او يبطل ينقط يعني. فطبعا شايفين القطعة دي شوية سميكة من الطرف شايفينها، فنديها كمان شوية نار زيادة يعني، ما نستعجل عليها. في كل الحالات هو ما بياخد وقت كتير، السمك ما شاء الله بيستوي بسرعة. فأنا طرقته بأطراف الأصابع، قلنا ما طرقته بأي حاجة تانية على أساس المطرقة هذه ما يتفتت، عرفتوا؟ فكده هي جاهزة تقريبا. هرفع شوية أنقط منها الزيت. شايفين الترسبات اللي في الزيت دي هي دليل على انه السمك استوى، لونه بيكون بني. وده طبعا الشغل اللي اشتغلناه اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اتمنى تجربوا الوصفة وترسلوا لنا لايك يا جماعة، اعملوا لنا لايك حلو كده لو عجبكم المحتوى. وسلام يا احلى ناس، وادعوا لي بالشفاء.